غلطة ماما إنها افتكرت إنه التهديد هيخلي ابنها يسمع الكلام. ماما ابنها لما بيكون عايز العصير أو يقول بصوت عالي أنا عايز عصير، أنا عايز الكرتون، أنا عايز أروح النادي، ويقول بزعيق، فتقول له أنت عايزني أضربك؟ طب وطي صوتك، أنا هقوم لك، أنت هتشوف أنا هعمل فيك إيه. إحنا فعلا بنقول الكلام ده، ولأنه الابن ذكي جدا بيبقى عارف إنه التهديد مش هيتنفذ، لأنه جرب قبل كده وفهم إنه ماما بتهدد بس ما بتنفذش. فعشان كده، ولأنه التربية هي سيستم بنحطه ما قبل السلوك وأثناء السلوك وبعد السلوك، هنقول قبل أي موقف لما تكون عايز مني حاجة قولها بهدوء. لو قلت بزعيق الإجابة على طول هتكون لأ. وفعلا لو هو طلب حاجة بزعيق أرد عليه وأقول له لأنك طلبت بزعيق أو بصريخ أو بعياط، فالإجابة لأ. مرة مع اتنين مع التالتة هيعرف فعلا إنه في سيستم. طيب لو هو نفذ وطلب جه بعدها وطلب بهدوء، ساعتها هسمعه وهشوف إذا كان ممكن أنفذ له طلبه أو لأ، وأفهمه بهدوء برضه. لكن لو صرخ وفضل على اللي هو بيعمله وفضل يطلب، دايما هتكون الإجابة أنت صرخت أو أنت زعقت أو أنت عيطت أو أنت اتكلمت بصوت عالي. فالإجابة لأ، من غير محاضرات، من غير نقاش كتير، من غير تفاوض، من غير إنذار أول وتاني وتالت وهعد لغاية 3 والكلام ده. لأ، كل ده يتوقف بمنتهى الهدوء ومنتهى الحزم. أقول أنت علشان ما طلبتش بهدوء فالإجابة لأ، وفعلا أكون قد كلمتي. الطفل هنا بيتعلم النظام. تابعوا غلطة ماما، لأنه غلطة صغيرة النهاردة ممكن تفرق في تربية ابنك طول العمر.